ولا ائتلافات. احنا حاولنا في الميدان النهارده يبقى مفيش ولا حزب ولا ائتلاف ولا علم ولا منصه، عشان دور الثوره دلوقتي لازم نتجمع نلحم مع بعض على كل الناس اللي تبع احزاب، واي حد بيجيب البصيره يسكت. اول ما يدخل الميدان يدوم في الميدان يبقى مع الثوره بتاعت مصر. يا بيه لما هيبقى منصه واحده انا بدأ ينسى المنصه الواحده. انا بقول لكم يا بيه اسمع الكلام يا بيه، يا كده انت بتبوظ الدنيا. الله يكرمك يا عم، الله يكرمك. اهلا كده لا بيمشي مرسي. هيجي ناس من احزاب تانية عايزه تدخل مجلس الشعب. الناس اللي عايزه تدخل مجلس الشعب بتساعد مرسي على الابعاد وبتدي مرسي شرعيه. يبقى الناس دي تنفعنا؟ لا. يبقى الناس دي نلغيها من مخنا. ادي واحد. اثنين، الميدان ده هو اللي بيحمي الثوره، لان طول ما الناس شايفانا بيسجنوش ايوه ولا عايز يركز في يا عم احنا جايين من الصبح طبعا علينا نار كده يا عم. انا بقول ايوه ضربونا امبارح القاهره مش مصر هنا يا عم. يا جدعان ما حاجه ولا بكلم حد ولا هسمع حد. احنا عندنا فكره محدده، اللي مؤمن بيها يعملها، اللي مش مؤمن ملوش دعوه بيه. يا عم انت يا عبد الناصر تعالى على جنب ولعوا في كشك تحت عشان يقولوا ايه انتوا عارفينه، بس العمليه التنظيميه هامه جدا. ليه الاخوان بينتصروا؟ عشان هم منظمين. انت عددنا اكبر واحنا اقوى واشرف منهم، وعندنا بنحيي البلد وعايزين ننظمها ونعليها وهم بيخيبوها. لكن احنا خيبتنا في تعدد الاراء وكل واحد بعمل مفكر. لا احنا عندنا افكار، نحدد افكار عامه واضحه. ايه الافكار العامه الواضحه؟ واحد، احنا قاعدين في ميدان التحرير لغايه ما نسقط مرسي، ولن نغادره غير لما نسقط مرسي. قبل ده هيحصل ايه من عمليات اليات للضغط والتصعيد بتاع الجماهير؟ حاجتين بنعملها. الاول بنجمع الجماهير تبع ربنا، هذا رزق عظيم ربنا عمله لكم ما كناش نحلم بيه. بعد سنتين داخلين السنه الثالثه ان تستمر الثوره المصريه، واقفين على حيلكم ومستحملين الفقر والضغط وقله القيمه وبتاكلوا بعض باقتصاد سري. ده شيء عظيم. خلاص اتجمعنا، يبقى دي اداه الضغط. اداه الضغط تتحول الى فعل من جماعات نظاميه. الجماعات النظاميه دي هتتحرك على مجموعه من السفارات. عندنا سفاره امريكا نقطه حساسه، عشان سفيره امريكا قالت ان الارض دي مش ارض مصريه، دي ملك لليهود. لما نضغط على السفاره الامريكيه هيصوتوا عشان عندهم العقده بتاعت السفير اللي اتقتل في بنغازي. عندكم سفاره قطر الراعي الرسمي للبر. ايه الخبر؟ ايوه في اقتحام مسبيرو موضوع. يا جماعه الثوره عشان تكتمل هنتحرك في اتجاه. هقول لكم على حاجه ثانيه، الخبر بتاع الغاء الحكم النهائيه بتاع بورسعيد معناه ان الارض بكره مفتوحه سعوديه هتنضم عليكم. بس انتوا ما تريحوش لان الكره الثوريه الزايده دي هتحطوا احنا قاعدين هم يعملوا حركات توعيه وجهود توعيه في جميع المناطق الحيويه، وبالتالي تبقى الثوره ليها جسم وليها اذرع، يعني جسم اللي هو دماغ وليها دراع بتطلع بره زي الاخت ابوك في الخطه. لو ما قعدتوش مش هيمشي. لو ما اتفقتوش على كده وبلغتوا مع العالم الموجود يعمل غاية. الحل
اكبر عدد ممكن يدمج في الاحتفال، مش يوم احتفال. اللي عايز يحتفل ويرجع البيت علينا على الراس، احنا ما بنزعلش. ناس بتجينا في جهنم هتقلوا على الراس، لكن اللي شايف نفسه يقدر ان شاء الله تعملوا ورديات غير الناس اللي معانا كل يوم في الميدان، تقعد الميدان احنا مأمنينه، والميدان عارفين مداخل المخارج، بنات داخلين المره دي الميدان غير كل مره، الميدان منضبط غير كل مره، واللي ولا الكل يزرع ولا العفاريت ولا حد يقدر علينا، احنا الاقوى، وبالتالي اوعوا تفكروا تهاجموا الميدان. يعني ارجو ان اكبر عدد ممكن، ما المشكله مش عارفين طبعا نكلم كل الناس، لكن اللي السابع لو قعدت شويه دول يفرق، لو في زيهم 3 4 شهور. وعلى فكره مصر لو لقت مجموعه قاعده هتلاقي كل الناس راحت قاعده. على اعتبار نقعد انا بيه. الكلام ده حلو قوي يا استاذ مصطفى. خلاص هو بينا بيقول لك عادي. بس لما هتبطلوا العاده السيئه دي هتتحدوا اكتر وهتحققوا المصالح. كل ما فيكم عايزين الا لا نسجي بيه عشان اشوف الناس. كل ما فيكم عايزين بتعرفوا تتفقوا اتفاق جمعي عظيم، بتعرفوا ناس شرفاء اهو صدقتوا سنتين. ده على فكره ده المنظر اللي حاصل هو كده يعتبر استفتاء على صوت مرسي. لو عنده كرامه هو ما عندوش طبعا كان يمشي، لكن الرساله دي كل الكره الارضيه. لكن لو احنا قعدنا واستمرينا مع الالتراس الاخرى في خلال ايام معدودات الراجل ده هيقع. كده هيقع، مرسي هيمشي ان شاء الله. انا بقول لكم لو قعدتوا هيمشي. طب ما مش عايزين بقى يوم الجمعه بتاع الاحتفال والناس تروح، لا اللي يقدر يقعد